السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي يا حبايبي في التعليقات. النهاردة طبعا في ناس عايزة تطمن على ايه؟ على هناء. عايزة اقول لكم هي فين، هقول لكم هي فين دلوقتي. هي فيروز نزلت فيديو امبارح والناس نزلوا في الفيديو وكده بتاعها يقولوا لها طمنينا على ماما، ماما عاملة ايه يا فيروز، عايزين نطمن عليهم. راح جه ناس في التعليقات والكلام ده برضك، هتشوف التعليقات بتاع فيديو فيروز قالوا لها يا جماعة، وبقى يردوا على الناس عشان يطمنوها. هي لسه على الانستا منزلة فيديو اغنية، قالوا كده. يعني يعني اللي عايز يشوفها يا جماعة يدخل على الانستا. انا معرفش الانستا دي ايه، انا معرفش غير الفيس والماسنجر والتيك توك بس. اما الانستا اللي هم بيقولوا عليها دي معرفش عشان اخش عليه. هم قالوا لسه منزلة اغنية على الانستا. اللي عايز، اللي عنده انستا بقى يلاقي ايه، هناء على الانستا بتعمل اغنيه وكده. عشان انا بطمنكم عليها يا حبايبي. هي يعني ما دخلتش لسه، يعني هي بيقولوا الناس واخوها منزل يقول لك ده تعبانه. وهي ورباب، مش هقول رباب اللي هي الناس بيقولوا عليها كذا لان دي خلقه ربنا طبعا. رباب اللي هي تبعها وكده بتقول عليها اللي هي تعبانه وكده، هي مش تعبانه وكده سوى ولا حاجه. هي لعلمكم يا حبايبي هي داخله في مشكله كبيره جدا. زي اللي انا تواصلت معايا على القناه، هي قاعده في فرنسا وقالت اللي هي بلغت عنها خلاص اوريدي خلاص. يعني التحقيقات بادئه عليها. هي واقعه في مشكله كبيره 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 وربنا يظهر الحقيقه. انا بتمنى يا جماعه، انا ما بطلبش الشر لحد، ربنا معاها ويظهر الحقيقه يا رب ان شاء الله. وتطلع وتقول لكم، وهنعرف بردك من اللي هي بلغت عنها دي. هتقول لي الحقيقه واقولها لكم ان شاء الله بردك، وهنعرف كل حاجه. ربنا هيظهر الحقيقه، انا ما نظلمش حد. ونشوف هل ميسو جانو يعني مات طبيعي ولا الله حصل له ولا الكلام ده. وحطوا لكم صوره في اخر التعليقات ازاي كان الراجل يعاني برضك كدمات وحاجات يعني التحقيقات بنت، مش شافته في الصوره كمان. هتشوفوها في اخر الفيديو، الصوره هتشوفوها. النهارده بقى يا حبايبي هنتكلم. انا مش متابعه ضنا ولا ام ضنا ولا صدفه ولا الكلام ده، بس جت بالصدفه وانا قاعده بقى امبارح بفتح الفيديوهات، ده قاعد يتكلم عن ضنا وده ام ضنا والكلام ده. قلت اما اخش اشوف ايه الحكايه. لقيت كله يقول لك ايه، ضنا الابن العاق، ضنا الابن العاق ده. قلت اما اشوف ضنا ابن العاق عمل ايه في امه والكلام ده. سمعت لامه وسمعت لضنا. بصراحه يا حبايبي انا مش هقول لكم اللي هو مش ابن عاق ولا حاجه، انا من نظري ووجهه نظري يا ام رنا. وهقول لكم الحكايه اللي هو يعني ابن مش عاق ليه. هقول لكم وتقولوا لي بردك رايكم في التعليقات. اللي هو ضنا مش ابن عاق. يعني اما سمعت ام تفضح ابنها بردك على اليوتيوب عشان تلم مشاهدات، تقول لك ده كان في السجن وكان ابن مسجون وكلام اللي هو ابن ده ولا ابن ولا عرفه. وقاعده تشتم في ابنها بالطريقه دي. طب ازاي بتفضح ابنك بالطريقه دي وتقول ابني كان مسجون؟ ومراته اللي عمل لها صور بعتتها للميسيو، هو بعتتها لميسيو جاتو ولا ميسيو جانو ولا ايه، مش عارفه ميسيو اللي بعتتها له صورها. وقبل كده طلعوا لها صور بردك، البت بقت تعيط على الصور اللي طلعها لها، صور بمخله والكلام ده ياسمين. وقعدت تقول الكلام ده يا بتاع ياسمين، ولا انت ابن ولا عرفك يا اللي كنت في السجن يلا. طب انتوا راضيين على امه اللي ولدته واللي ربيته تقول الكلام ده؟ انا يعني انذهلت. يعني ازاي بالطريقات اللي هي تقول على ابنها الكلام ده وتفضحه الفضاحه دي؟ يا ست هو عمل قناه. جينا بقى قلت اما اشوف بقى، وده قعدت تشتم في ابنها ولا انت ابن ولا عرفك والكلام ده وده قلت اما ايه، اما اشوف بقى ضنا قال لها ايه تقول الكلام ده. لقيت ضنا بصراحه ما اتكلمش الا بكل احترام هو وياسمين. ياسمين منفعله شويه، بس منفعله من اللي هي شايفاه. منفعله وبتتكلم لانها اللي هي شايفاه. لقيت ضنا بقى بيتكلم بيقول يا جماعه استاذ هشام قال لها اعملي قناه وخد منها 8000 في الاول، وبعدها اتهمها اللي هو سرق القناه. هو سرق القناه وعشان يردها لها عايز 5000 جنيه كمان، وعمل لها واحده جديده. وبيقول لك مرضاش اللي هي تتصور بالخلفيه ورا. ما هو فعلا الولد يعني غيران على امه. ازاي امه عشان تعمل مشاهدات
مثلا يصوروها وهي بتعمل روتين ولا الكلام ده من الخلفيه اللي ورا، ماله حق. يعني انت يعني انت شايفه عشان ابنك ربنا رزقه وعمل قناه ماله حق يبقى جوز ياسمين؟ جوز ياسمين هي اللي رفعته، له حق. ياسمين مثلا هي اللي عملت القناه، هي اللي رفعته، هي اللي جهزته، هي اللي عملت له الشقه. يعني ابوه اما يكون في السعوديه 30 سنه ما يجهزش ابنه الوحيد؟ هتقولوا كده، بقول لكم لا، بتحصل كتير وشفت حالات كتير كده، شفت حالات كتير يكون الابن وحيد والناس كلها اهم حاجه الام والاب كلها ماديات يا حبايبي، ماديات، ماديات، كل همهم الماده. اما يسيبوا ابنهم الوحيد وما يجهزهوش، هو اللي ياسمين هي اللي جهزته وعملت له الشقه وعملت له قناه وخلت له رزق كل شهر وعملت له شهره وعملت له قيمه وعمل، ما يبقاش جوز ياسمين ليه؟ ان انا احط ياسمين دي فوق راسي، والله العظيم اشيلها فوق راسي الست ياسمين دي، وتقولي ياسمين، ياسمين القويه، ياسمين مش عارفه ايه. لا انا مش شايفه كده. ياسمين هي اللي عملته. امه عملت له ايه؟ انتوا ما تجهزوش ابنكم ولا تجيبوا له اي حاجه، والراجل جاي ابوه يقول له جاي خد الجزامه ما ادوش حقها؟ ولا اللي يضحك بقى يا اخويا تنيل، جاي بيقول لهم ايه ده قنوات النقد هداها 100 ريال تقعد تشتم فيه. قنوات ايه؟ مش عايزه اقول لك يا راجل يا صخفر يا بخيل، مش عايزه اشتم شتيمه عن كده. يلي ما دفعتش لابنك حق الجزامه وهتدي القنوات النقد 100 ريال يتكلموا. احنا بنقول كلمه الحق، ومين اللي هيمسك يقول اصلا ولا يتكلم اصلا؟ اللي بتقول ده انا اعدي القنوات النقد 100 ريال، 100 ريال ايه؟ لا مؤاخذه اقول لك ايه، اقول اه الراجل لا مؤاخذه المعفن ده اللي هو عايش في السعوديه 30 سنه ولا زياده ومش عايز يجهز ابنه الوحيد، والاخر عاملين قناه، عاملين قناه ايه؟ ما لهم حق تقول له الست الولا يقول لها دفنتي ولا القناه تقول له دفنتك؟ تفضل القناه عن ابنك؟ عنك ما شايفه بقى القناه بتجيب لها دولارات وبتجيب لها هدايا من السعوديه، وجايبه بقى وتروح المولات بقى، استاذ هشام يصورها في المولات ويصورها بقى في المطاعم ويصورها ايه. ما الست بقى يا جماعه عايزه تكون إيه نجمه ويوتيوبر كبيره زي اللي بنشوفها. ده في امل ده بقت في امل، هتستغنى عن القناه اللي بقت في امل وهدايا السعوديه جايه لها والناس، وكانت بتستعطف الناس مفكرينها فقيره. كانت اتغاظت من ابنها قال اللي هي مبسوطة وابويا 30,000 جنيه ولا 40,000 مرتبه، وهي اتغاظت من حاجة زي كده لان هي مدعية اللي هم ما معهمش، والناس كلها بتديهم، بتبعت لها هدايا على اساس كده. وابوه متحرى على اساس كده. مراته بقت يوتيوبر يا جماعة، يوتيوبر كبيرة، ام ضنا بقت يوتيوبر عشان كده، وبتتصور في المولات وبتتصور هنا وبقت مشاهداتها ما شاء الله، لسه بادئه القناه 100 انتوا عايزينها يدعمها في ايه؟ ده ناس قاعده سنين 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 على قنوات مش عايزين، ما بيلاقوش 100 مشاهده. وفي قنوات طبخ وقناه جميله وقنوات والله العظيم بنشوفها محتوى رائع، محتوى رائع. ولا قناة ام سامح ومازن اللي هي يعني تعبانة مريضة كانسر، بتعمل كل وهي تعبانة بتعمل طبخ كل يوم وقناتها جميلة، ما بتلاقيش مشاهدات، ما بتلاقيش مشاهدات ولا لقيت حد يدعمها. هي الست الغنية دي اللي هي مبسوطين، اللي مش عايزة تجهز منها تلاقي حتى حد بيدعمها وحد وقاعدين ويبعتوا لها الهدايا، والوليه خلاص بتقول لك دفنته وما سيبش القناه، ماله حق. وتظلموه ليه وتقولوا ابن عقل ليه؟ هو عشان يتكلم الحق يا جماعه. في حموات كده يا جماعه، يا حموات فعلا مش عايزه الخير لابنها، ما تتمناش اللي هو ابنها يكون سعيد مع زوجها، بيكون في غيره، عايزين في مشاكل وانا شفت حالات كده كتير، وشفت حالات كمان اللي هم ما بيساعدوش ولادهم، والله اقسم بالله ما بيساعدوش ومعاهم فلوس وما بيساعدوش ولادهم ولا بيجهزوهم. يعني ياسمين دي جدعه، جدعه اللي هي تجهزه وهي تعمل معاه كده، والله العظيم ست جدعه وتشتغل فوق الراس. يقولوا لها يا بتاع ياسمين، وياسمين قويه، وياسمين قويه في ايه؟ البت بتتكلم من اللي شافته، من اللي شافته من حماتها والصور والكلام ده، وده شافته.
دي يا حبايبي انا من رايي، دي رايي ام رنا، اللي امه هي اللي كده. الولد بيحس بسته اللي هي امه، لانها حس اللي هي اللي ربيته، وحس بالحنيه. قال كده، ما حسش بالحنيه تجاه امه. يعني انت ليه بصلهم في رزقهم؟ ليه بصلوا اللي هم عملوا قناه وربنا فتح عليهم واتغنوا؟ عايزه تبقي زيهم. خلاص خلاص، الراجل قال لك اللي انت عايزه بقى خلاص، بس ما تتصورش بقى صور من الورا والكلام والخلفيه والكلام ده والكلام ده. ده اللي عايزه اقوله. يعني ده رأي يا حبايبي، اللي هو ضنا ما عليهوش اي غلط. ضنا لو هو لقى حنية كان معلش برضك من امه ولا ابوه، كان معلش كان هيبوس رجلهم. هو لقى الحنية من مراته اللي واقفة معاه وواقفة في ظهره وخلته ما عادش بيستجن زي ما هم كانوا بيقولوا والكلام ده، وخلته واحد. يعني سبحان الله، في ناس بيبقوا عاديين جدا 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 وبتعايرها اللي هي مسحت السلالم وما مسحت السلالم، يعني خلاص عشان بشرفهم وكده خلاص. بس الحمد لله الشغل مش عيب. وصدفة قالت ذات نفسها، قالت انا كنت شغالة في البيوت وكده وكده، وربنا اداهم من وسع وناس محترمة وما بيتكلموش في سيرة حد ولا بيجيبوا في سيرة حد. طب ليه؟ دي اللي انا عايزة اقوله. مش هطول عليكم يا حبايبي، انا حاسه اللي هو ده وربنا يعني الام تكون يعني هي اللي تتقرب له، واللي هو عشان هو اللي هي بصراحه ده ابنها الوحيد وملهاش بركه الا هو برضه. وتعمل اللي هي ياسمين تشكرها اللي هي واقفه بجنبه وواقفه في ظهره وجهزته وجابت له كل حاجه وهتجيب له شقه والكلام ده. يبقى جازتها اللي هي يعملوها يحاربوها كده. قولوا لي ايه رايكم في التعليقات يا حبايبي. وعايزه اقول لكم الفيديو القادم، في ناس انا شفت تعليق في اخر البتاع بيقول لك ايه، يعني مش عايزه اقول، يعني في تعليق بيقول لك ايه في اخر في الفيديو اللي قبل كده. فواحده بتقول لك ايه، ده انت عايزه تتجوزي رضا. جوز رضا ايه ده؟ فيه هو قال لي انا سالت سؤال، يعني سالت سؤال انا استغربت يعني، ومش عايزه اقول لكم عليه. هقول لكم برضك اللي انا سالت سؤال وده اللي انا يعني مش عايزه اقول. هقوله لكم برضك الحلقه الجايه كل حاجه باذن الله. وانا ضحكت على الموضوع ده بصراحه. انت بتقول لي عايزه اتجوز رضا. هقول لكم كل حاجه ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله. وما تنسوش بقى اللايك يا حبايبي عشان يوصلكم كل جديد من ام رنا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.